دريس سي حميدي. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم ولله الحمد بجهة بني ملا الخنيبرة تم واحد المولود جديد بين جهة درعا تافيلات وجهة بني ملا الخنيبرة. هذا المولود الجديد وهو اتفاق شراكة بين الجهتين باش نخدموا ان شاء الله جميع، لان الجهتين كتربطهم روابط تاريخيه اجتماعيه اقتصاديه طبيعيه، الشيء اللي يجعل ولله الحمد اليوم مع جهه بني ملا الخنيبره وجهه درعا تافيلات كنوقعوا اتفاقيه عمل اللي غادي نحاولوا نشتغلوا على واحد العدد ديال المحاور اللي جد مهمه. اولا فك العزله بين جهتين، وفي هذا الاطار هذا عندنا واحد عزيمه قويه بين المسؤولين ترابيين على الصعيد، السيد رئيس جهه درعا تافيلات والسيد رئيس جهه بني ملا الخنيبره. كذلك عندنا دعم قوي من طرف السيد والي جهة درعا تافيلات والسيد والي بني ملا الخنيبرة اللي قدموا لنا واحد الدعم كبير، وكنشكرهم بسميت ساكنة درعا تافيلات على هذه المساعدة اللي قدموها لنا باش اليوم نكونوا في هذه القاعة الكبيرة البهيجة ديال بني ملا اللي وقعنا فيها هذه الاتفاقية اللي غادي تعطي ان شاء الله علاقه عمل جدي بين الجهتين. وانا مرتاح ان من خلال البرامج التنمويه الجهويه ديال الجهتين كاين عندنا واحد المقاربه كبيره، وكاين عندنا واحد الايمان قوي باننا ان شاء الله غادي نمشيو بهذه الجهتين باش ان شاء الله تكون واحد التنميه وواحد الاملاء، لان عندنا واحد المشترك ديال المنطقه الجبليه كلها، وهذه المناطق الجبليه كلنا كنخدموا عليها على اساس نفكوا العزله ديالها على اساس التنميه، وهذا الشيء كله ولله الحمد غادي يمشي لانه عندنا واحد الدعم قوي من طرف حكومه سيدنا الله يسرو، بحيث ان ولله الحمد السيد رئيس الحكومه والساده الوزراء قدموا لنا واحد المجهود جبار. هذه المشاريع اللي الان راها كتشوف النور على صعيد الجهه ديال درعا تافيلات وكذلك بني ملا الخنيبره. فانا باسم ساكنه درعا تافيلات بغيت نشكر السيد والي جهه درعا تافيلات والسيد والي بني ملا الخنيبره على المساعده اللي قدموها لنا، ونتمنوا ان شاء الله نخدموا جادين تحت الرعايه الساميه ديال سيدنا الله يسرو. السلام عليكم. بني ملا الخنيبره وجهه درعا تافيلات، الاجتماع اللي تم التحضير لهم بعد عده اشهر، واليوم توفقنا ان شاء الله في عقد هذا الاجتماع المهم اللي من خلاله نشكر السيد الوالي على الحضور ديالو والمواكبه ديالو لهذا الاجتماع، ومن خلاله كذلك تنشكر السيد الوالي ديال درعا تافيلات على الحرص ديالو انه هذا الاجتماع يكون اجتماع ناجح ويكون اجتماع ان شاء الله في اوليه غادي يكون كما شفتوا اليوم في بني ملا الخنيبره، ولكن سيليه اجتماع اخر غادي يكون اجتماع عملي بجهه درعا تافيلات ان شاء الله مستقبلا لما بعد شهر رمضان المبارك ان شاء الله. كما شفتوا المداخلات الجميع يطلب بفتح الانفتاح وفتح الجهتين على بعضهما البعض، ولفتح هذه الجهات لابد اننا
تبرم واحد الاتفاقيه، واليوم تم التوقيع على اتفاقيه الاطار، ومن خلاله ان شاء الله في العهد الفريض غادي تكون اتفاقيه خصوصيه لفتح بعض المسالك الطرقيه المهمه. وكما قلت كاين مجموعه ديال المشاريع اللي غادي تشتغل عليهم سواء جهه بناء النقره او جهه الطريق مشاريع مضمنه في برامج التنميه الجهويه ديال الجهتين. سنعمل ان شاء الله على فتح واحد المسلك طريقي مهم اللي من خلاله ان شاء الله غادي يتم انتعاش الحركه الاقتصاديه ديال جهه بني النقره، ومن خلاله كذلك غادي نفس الشكل يتم انتعاش الحركه الاقتصاديه ديال جهه الطريق. اليوم كما كتعرفوا ان الناس ديال الدرعا الا بغا يجوا للبلاد تيديروا واحد المحور طرقي كبير باش يدوروا للبلاد، وعندنا الامكانيه، عندنا ديجا مسالك مفتوحه، غادي يتم ان شاء الله تاهيل هذه المسالك الطرقيه تكون مسالك رئيسيه ان شاء الله اللي غادي نفتحوا على هذه الجهه، لان كما تنقول هذه الجهه ضربنا مع مجموعه ديال الامور لا سواء العرقيه او العقيده او الامور السياحيه او الجغرافيه، كاين تنقسم مجموعه ديال الامور. لذلك قررنا ان نشتغل جميعا ان شاء الله ونترافع على هذه الجهتين لتكون جهه واحده، جهه الطريق وجهه بنينه غادي تكون ان شاء الله جهه واحده. وان شاء الله المشروع الاول سيرى النور قريبا ان شاء الله في سنه 2024. كانت المدينه والى الحمد المدينه نقيه نظيفه والشوارع ديالها بمستوى عالي. انا كنت كندوز لها ظلال وكنعرف ظلال مزيان اش كاين فيه بصح اليوم خصنا نفتخروا بهذا الانجاز اللي كاين. بني ملال نفس الشيء، وانا كنظر بني ملال كنقول هذه واحد 6 سنين 7 سنين كيرجع بني ملال، دونك هذا كيبين واحد العمل جبار ديال السلطات الجهويه والاقليميه والمنتخبين. فكنهنيكم على هذا الشيء اللي شفتوا. في أزيلان ملي دخلت لهذا المتحف انا نقولها بكل صراحه، سبق لي الزيارات داخل المغرب وخارج المغرب المتاحف، والله نذكركم الى المتحف اللي عندنا دابا حاليا في بني ملال، والله ما كاينش بلاصه بعد هذا الشيء اللي اشتغل. وراه كان الاخوان بني ملال اللي تلاقينا بهم زيارات ومشينا للمتاحف. اخر زياره كانت مع اخوان في السنغال في دبي وكذا. هذا الشيء اللي عندنا ولله الحمد اللي يتحقق بني ملال راه ماشي سهل. وراه بعض المرات ملي كنعيش في واحد المحل في واحد البلاصه ما كنشعروش بان راه الامور هنا كنهنيكم على هذا الشيء باش توصلوا بيه. خاصة المجال ديال البنية التراثية، تقاسم التجارب الناجحة، تطوير السياحة الجبلية والمستدامة بين الجهتين، بروتوكول يتضمن لجنة القيادة ولجنة التنسيق والتتبع، تضم الخطط التقنية والإدارية للجهتين بما يشرف على إعداد مشاريع اتفاقيات قبل عرضها على تداول المجلسين، والترافع الجماعي من أجل تحقيق تمويل لمشاريع مشتركة. إدارة متميزة للتعاون بين الجهتين وتطور كاين هدية تذكارية غادي يسلمها السيد رئيس مجلس الجهة والسيد الوالي لرئيس مجلس جدة عبد البلاد، اللي هو تذكار ديال الجهة ديال بلاد النقرة. وأيضا مجلد حول الزاوية الشرقاوية بأبيجات. دعوة أيضا للسادة أعضاء الوفد ديال العتاقلة للتسلم مجموعة من الهدايا الرمزية اللي هي عبارة عن منتوجات مجانية جهة بني النقرة.
مناسبة شكرا للمدرس محمد علي الأنباء صحافة جهوية ولجلالة اللقاء ولأني غادي ترجموا على المقالات اللي غادي يصدروا في الأنباء اليوم.